سبائك ذهب وملايين الدولارات متهربة في طيارة خاصة من مصر لزامبيا، يا ترى ايه الحكاية؟ الدنيا مقلوبة من امبارح على السوشيال ميديا بسبب موضوع الطيارة الخاصة اللي تم ضبطها في زامبيا جاية من مصر وعليها سبائك ذهب وملايين الدولارات وأسلحة. جدل كبير حوالين ازاي الطيارة دي أصلا خرجت من مصر، وادعاءات انها أصلا مش مصرية وانها لبنانية، وكلام كتير غريب ومتضارب. مبدئيا ولحد وقت تصوير الفيديو ده مفيش أي وسائل إعلام مصرية معروفة اتكلمت خالص عن الواقعة دي، مفيش غير المصري اليوم اللي نزلت خبر، وبعد شوية صغيرين الخبر ده اتمسح. مطالبات من البعض وعلى رأسهم أمال عبد الحميد عضو مجلس النواب، واللي عابت على الحكومة والإعلام المصري تأخر الشديد في إصدار بيان عاجل ورسمي عن الواقعة دي لحد دلوقتي. مبدئيا الواقعة دي حصلت يوم الأحد اللي فات 13 أغسطس الساعة 7 مساء بتوقيت زامبيا في مطار كينيس كواندا الدولي في لوساكا. وفقا للبيان الرسمي اللي أصدرته زامبيا، تم ضبط طيارة خاصة جاية من القاهرة محملة بالتالي 5,700,000 دولار و5 مسدسات و7 مخازن ذخيرة و126 طلقة و602 قطعة ذهب مشتبه فيهم بوزن 127 كيلو جرام، ده غير أجهزة لوزن الذهب و10 أشخاص منهم 6 أشخاص مصريين وواحد هولندي وواحد أسباني وواحد زامبي وواحد لاتيفي. علامات استفهام كتير إذا كانت الطيارة دي مصرية طالعة من مطار القاهرة ولا نزلت ترانزيت قبل ما تروح زامبيا. ادعاءات مش قليلة بتقول إن الطيارة دي لبنانية جاية من لبنان ونزلت ترانزيت في القاهرة عشان تكمل رحلتها عادي لزامبيا. تنويه هام قبل الهبد، كنت توقفت عن التغريد لكن نظرا لخطورة ما نشر عن مصادرة عدة ملايين من الدولارات وأسلحة و127 كيلو ذهب وشحنة مخدرات من قبل سلطات زامبيا قادمة من مطار القاهرة، فطبقا لما وصلني من معلومات وتحليل للمعلومات المنشورة من قبل خبراء، فإن الطائرة والأموال ليست مصرية، بل إن الطائرة تحمل حروف تسجيل T7 وهو رقم تسجيل لبناني، وهو ما يعني أن الطائرة لبنانية مرت ترانزيت فقط عبر مطار القاهرة، وأنها ليست مصرية مطلقا ولا ما بها يخص مصر أو أي جهات أو شخصيات مصرية. موقع ما تصدقش الإخباري عمل تحقيق شامل على الموضوع ده وبيأكد التالي: إن لجنة مكافحة المخدرات الزامبية أخطأت في اسم الطيارة المضبوطة T7WW، وإن رقم التسجيل الصحيح بعد التحري والتدقيق الصور والفيديوهات المتاحة الخاصة بالطيارة اللي تم ضبطها هو T7WSS، وإن T7 هو رقم تسجيل الطيارات الخاص بجمهورية سان مارينو وليست لبنان، واللي رقم تسجيلها OD. فريق ما تصدقش بيأكد إن الطيارة فضلت ليلة كاملة في القاهرة قبل ما تروح زامبيا، وإن مالك الطيارة مجهول وبتديرها شركة اسمها فلاين جروب ميدل ايست. الشركة دي مقرها في دبي، والكلام ده وفقا ليورو كنترول. موقع فلايت تريدر 24 المتخصص بتتبع الطيارات بيأكد ان مسار الطيارة كان كالتالي: الطيارة انطلقت من مطار عمان في الأردن لمطار القاهرة مساء السبت 12 أغسطس، وفضلت أكتر من 12 ساعة في القاهرة قبل ما تقلع تاني لزامبيا. بعد كده أقلعت الساعة 11 الصبح وفضلت 7 ساعات في الطريق عشان توصل زامبيا في تمام الساعة 6:15 مساء بتوقيت القاهرة. موقع ما تصدقش بيأكد ان سجل الطيارة مثير للجدل جدا في آخر سنتين، وانها عملت 361 رحلة اغلبها من والى القاهرة، وزارت مدن كتير منها العلمين ودبي والدوحة وطرابلس وبني غازي وتل أبيب. ده كان كلام موقع ما تصدقش، لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط بتأكد ان في مصدر مطلع أكد ليها التالي: ان الطيارة الخاصة اتوجهت من مطار القاهرة وقامت بالترانزيت داخل مطار القاهرة في وقت سابق، وخضعت للتفتيش والتأكيد من استيفائها لكافة قواعد السلامة والأمن، واللي بيتم تطبيقهم على أعلى المستويات داخل كافة المطارات والموانئ المصرية. وبيأكد ان الطيارة ما بتحملش الجنسية المصرية في الأساس. وكمل المصدر إلى انه بالنسبة لما أثير عن وجود طائرة أخرى تم احتجازها من قبل السلطات الزامبية، ان هذه الطائرة لم تعبر الأجواء المصرية من الأساس. وأضاف انه حاليا بيتم التنسيق على أعلى مستوى بين السلطات المصرية والزامبية للوقوف على ملابسات الواقعة. ما زلنا في انتظار بيان رسمي من رئاسة الوزراء ووزارة الطيران المدني يوضح لنا ازاي الطيارة دي خرجت من مطار القاهرة، وهل كانت جاية من بلد تانية فعلا وقفت ترانزيت في مصر، وايه الاجراءات المتبعة تجاه الطيارات الخاصة من رجال الجمارك. ندخل بقى على جزئية تانية خالص، وهي ان الذهب طلع مش ذهب. وزير تطوير المعادن والمناجم بول كابوسوي بيأكد ان فريق الإدارة الجيولوجية في زامبيا عين الذهب وبيقول انه مش ذهب، وبيأكد ان بعد تحليل شامل ان سبائك الذهب المزعومة بتحتوي على النحاس في حدود 58 ل 61%، والزنك في حدود من 38 ل 41%، وكميات ضئيلة من القصدير والنيكل. وهنا علامات استفهام كتيرة جدا مع احترامنا لدولة زامبيا وللوزير بتاعهم، ولكن البعض بيتشكك في صحة الكلام ده، ومن ابرز المشككين صحفي اسمه محمد عباس، واللي كتب وقال ان المعارضة في زامبيا بتتهم وزير التعدين بالاستيلاء على الذهب في
الطائرة واعلان انه نحاس وبتتهمه بالفساد. عندي سؤال بجد عن المقتنعين انه ممكن يكون نحاس بجد، سبايك نحاس ايه اللي 125 كيلو هتحتاج مسلحين وسلاح و11 مليون دولار؟ ادعاءات كمان من بعض المغردين عن تورط رجل الاعمال محمد ابو العينين في الواقعة دي، وانه عقب ضبط طيارة زامبيا استقل طيارته الخاصة وهرب للندن ومعاه 7.5 مليون دولار. في النهاية التحقيقات لسه شغالة، وتم وضع الفلوس المضبوطة في بنك زامبيا المركزي، وتم التحفظ على الطيارة والمتهمين وطيارة تانية محلية مشتبه بتورطها في الواقعة دي، في انتظار بيان رسمي من الدولة علشان القيل والقال واي مكايد بتتكاد لمصر، وعشان ما يبقاش مصدرنا الاعلام الزامبي والصحف الاجنبية زي ما حاصل دلوقتي. بتمنى لو الاموال دي مصرية ترجع لمصر ولارضها، خصوصا ان احنا في امس الحاجة ليها. ربنا يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.